بسم الله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيه الأخبار يا دكاترة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. أهلا بيكم في أول محاضرة من محاضرات راوند البطنة، واللي إن شاء الله يكون راوند كده سعيد ولذيذ عليكم، وبإذن الله تنبسطوا فيه. إن شاء الله نحاول في الراوند إن إحنا نوضح كل كلمة، وعايزكم وأنتوا بتذاكروا البطنة ذاكروها بحب. تقول لي بس هي ما تتحبش، هقول لك أنا عارف، بس تعالى على نفسك وحبها. وعامة البطنة من المواد اللي حقيقي ممكن تبقى مذاكرتها ممتعة جدًا ليك، وممكن تبقى مذاكرتها كابوس عليك، واللي هيحدد ده هو نفسيتك وأنت بتذاكر المادة. فهي المادة لذيذة، وفكرة إن أنت تبقى بتساعد العيان إن هو يعني يعمل أبسط حاجة في الحياة. يعني إن إحنا مثلًا لو إحنا بنتكلم في الchest، أنت بتساعد عيان إن هو يعرف ياخد نَفَسه، أنت متخيل؟ فأنت ليك دور مهم جدًا كدكتور علاج طبيعي باطنة، ويعني ده يمكن يبقى الحافز ليك إن أنت تذاكر المادة دي كويس، عشان بإذن الله لمّا تتخرّج تعرف تعالج العيانين. تقول لي: والله يا دكتور يعني كلام جميل، بس أنا ما اتأثّرتش يعني، عايز حافز أقوى. باقول لك رواتب دكاترة العلاج الطبيعي الباطنة حلوة، تمام، لو أنت بتتحفّز من الحتّة دي فهتتبسط إن شاء الله. المهم ندخل على المحاضرة، وقبل ما ندخل على الcardiac examination لازم نفتكر الcardiac anatomy، تمام. لو تفتكروا أول محاضرة خالص اديناها في الCV Medicine كانت برضه عن الheart والlung anatomy، والنهارده برضه هنتكلم كده سريعًا على الheart anatomy. لكن في الحقيقة قبل ما نتكلم على الheart anatomy في مشكلة دايمًا بتواجه الطلبة. هو عارف الheart anatomy وعارف إن الheart 4 حجرات فوق atrium وتحت ventricle يمين وشمال، وعندنا شوية veins وarteries والدنيا لذيذة، بس أول ما بيشوف العيان هو الheart فين؟ أصل صدر العيان كبير. هو طب إحنا عارفين هو كان شمال في النُص أو حادف الشمال سِنّة، طب هو في النُص فين بالضبط؟ فعشان نختصر أو عشان نبقى فاهمين الheart anatomy بس على أرض الواقع، هنشرح حاجة اسمها الsurface anatomy of the heart. يعني إيه؟ يعني إن إحنا هنحدد الheart بشوية bony landmarks عشان نقدر إن إحنا نتخيّله. هتقول لي طيب إيه هي الbony landmarks دي؟ هاقول لك إن إحنا عندنا 4 نقط. أول نقطة هتكون عند الlower border of the second آآ left costal cartilage. يعني إيه؟ لسه نفس مشكلة القلم دي، ما علينا نكتب بالأحمر وخلاص. آدي الfirst costal cartilage وآدي الsecond، فآدي أول نقطة هنحط عليها نقطة أهي بالأحمر، تمام. طيب تاني نقطة فين؟ قال لك دي عند الupper border of the right third costal cartilage. آدي الناحية الرايت، ده يمين وده شمال، ماشي. 1 2 3 نحط نقطة هنا كمان، دي point 2. قال لك النقطة التالتة هتكون عند الأبر بوردر بتاع الرايت 6 كوستال كارتلج. يعني الكوستال كارتلج السادس من فوق. ادي 1 2 3 4 5 6 نحط نقطة هنا. قال لك آخر نقطة هتكون عند الإيبكس بتاع الهارت. تقول لي والإيبكس بتاع الهارت ده يطلع فين؟ هقول لك عند الليفت انتركوستال سبيس. ادي الفيرست انتركوستال سبيس، سكند، ثيرد، فورث، فيفث. هتقول لي بس يعني معلش يا دكتور عبد الله، انت مره تحط لي نقطه قريبه من الميد لاين ومره نقطه بعيد عن الميد لاين. اقول لك عشان تبسط الكلام على نفسك، 2 و3 بتبقى حوالي 1 انش من الميد لاين، والنقطه الاولى بتبقى 1.5 انش، واخر حاجه البوينت 4 بتبقى 3 ونص، يعني ايه انش، تمام. تقول لي وانا هقيس الانشات دي ازاي؟ اقول لك والله هي الموضوع بيتجاب بالسنس وبالايه بالخبره، تمام. يعني مثلا بوينت 4 دي هي ميد كلافيكولار لاين، تيجي عند الميد اوف ذا كلافيكل وبتحدد اهو ادي الابيكس بتاع الهارت، وبتتاكد عن طريق ان انت تعمل بالبيشن، وهتحس البالبيشن يعني او البلسيشن يعني بتاعت الهارت، فهتعرف ان انت هنا عند الايبكس، تمام. بالنسبه لي ال1 انش والواحد ونص، الواحد ونص ده هو عرض صباعين، تمام. الاندكس والصباع اللي جنبه العرض بتاعهم 1.5 انش، تمام. طول الابهام 1 انش، تمام. او مش طول الابهام كله، طول اول عقله في الابهام تبقى حوالي 1 انش، تمام. فالحاجات دي ممكن تجيبها يا اما بصباعك، او لو انت بقى يعني ايه يعني كده بالمزور يا باشا وعيش حياتك، ماشي. يبقى احنا كده حددنا 4 نقط. قال لك لو وصلت نقطة واحد باتنين انت كده عملت الابر بوردر بتاع الهارت، ولو وصلت النقطة اتنين بتلاتة كده انت جبت الايه الرايت بوردر بتاع الهارت، لان احنا قلنا ان الناحية دي رايت والناحية دي هي اللي ايه هي اللي ليفت، تمام. طب لو وصلت واحد باربعة يبقى كده الليفت بوردر، طب لو وصلت تلاتة باربعة يبقى كده الرايت بوردر، ماشي. موضوع سهل جدا وبسيط جدا وما فيهوش اي لخبطة. ندخل بقى على السيركيوليشن بتاعه الهارت. هو هل القلب ده كان بيشتغل ازاي؟ قلنا ان الدم كان
بيجي من الاعضاء بتاعه الجسم ويرجع يروح للرايت اتريوم. الدم اللي راجع ده هو الفينس ريتيرن. طب كان بيجي عن طريق مين؟ عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا. تمام. السوبيريور والانفيريور فينا كافا هيجيبوا الدم للرايت اتريوم. بعد كده الرايت اتريوم هيضخ الدم ده للرايت فنتريكل. رايت فنتريكل هيقول للرايت اتريوم اعمل ايه بالدم الدي اوكسجينيتد اللي ما فيهوش اكسجين ده؟ هيقول له وديه الرئه عشان نشبع الدم ده بالاكسجين. فالرايت فنتركل ياخد الدم ده ويوديه للرئه. هيوديه للرئه ازاي؟ عن طريق ارتري متسمي على اسم الرئه، اسمه البولمونري ارتري. البولمونري ارتري هياخد الدم اللي ما فيهوش اكسجين ده ويوديه للرئه، وتحصل عمليه الجاز اكستشينج. وبعد كده الرئه ترجع لنا الدم ده بس اوكسجينيتد بلاد عن طريق البولمونري فينز للليفت اتريوم. تمام. طيب الليفت اتريوم هيعمل ايه بعد كده؟ هياخد الدم ده ويوديه للليفت فنتركل. الليفت فنتركل بعد كده هيضخ الدم ده للجسم كله عن طريق الاورطه. تمام. طيب طالما الليفت فنتركل ده هيضخ الدم للجسم كله، يبقى لازم العضله دي تكون قويه. عشان كده بنقول انه الليفت فنتركل بيكون اكبر، او العضلات بتاعته يعني اتخن من من الرايت فنتركل. تمام. ليه؟ لان هو هنا محتاج قوه اكبر عشان يعرف يضخ الدم ده كله. طيب ندخل على تاني تفصيله مهمه في الهارت اناتومي. ان احنا الهارت ده عندنا منه فالفات، في صمامات ما بين كل تشامبر والتانيه. فلقينا ان ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل في فالف اسمه التراي كاسبيد فالف. تراي كاسبيد فالف ار، احفظها كده، تراي ار مع رايت ورايت. تمام. يبقى تراي كاسبيد طالما فيها ار يبقى ايه؟ يبقى رايت. تمام. طيب ولقينا ان ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل برضه في فالف. الفالف ده اسمه ايه؟ اسمه مايترال. مايترال الليفت ليفت اتريوم ليفت فنتريكل. واحد غلس هيجي يقول لي طب ما هو يا دكتور مايترال فيها ار. اقول لك بلاش غلاسه وركز في اللي في الاخر عشان دايما بتتلخبطوا فيها. تمام. يبقى انت ممكن تحفظ واحد وتعكس الثاني، او زي ما قلت لك احفظ التراي كاسبيد ار يبقى رايت ورايت، والمايترال ال يبقى ليفت مع ليفت. هيتبقى عندنا فالفين. وفي الحقيقه الراجل اللي سمى الفالفين دول كان راجل محترم جدا، لقى ان في فالف موجود على البلمونري ارتري راح مسميه البلمونري فالف، ولقى ان في فالف محطوط على الاورتيك ارتري راح مسميه الاورتيك فالف. تمام. فالموضوع فيهم بسيط جدا. واحد يجي يسالني معلش يا دكتور هو اصلا يعني ايه ترايكاسبيد؟ تمام. هقول لك ترايكاسبيد معناها انه الفالف ده مكون من 3 كاسبس. طيب يعني ايه مايترال؟ سيبك من يعني ايه مايترال. مايترال الاسم الثاني بتاعها باي كاسبيد. يبقى انا لو قلت لك باي كاسبيد او مايترال الاثنين واحد. يعني ايه باي كاسبيد؟ كلمه باي كلمه لاتيني معناها اثنين، يبقى الفالف ده مكون من 2 كاسبس. تمام. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، تراي كاسبيد ده موجود ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل ومكون من 3 كاسبس. الباي كاسبيد او المايترال ده موجود ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل وده مكون من 2 كاسبس. هتقول لي طيب والاورتيك والبلمونري دول فيهم كام كسب؟ هقول لك ثلاثات برضو. يعني كده كل فالفات القلب ثلاثه ما عدا الميترال هو اثنين، وده منطقي جدا لان هو من اسمه ايه؟ باي كاسبيد. طيب هي عضله القلب دي حته واحده ولا مكونه من لايرز؟ قال لك لا دي مكونه من 3 لايرز. الطبقه الخارجيه هي الابيكارديوم ووظيفتها ان هي تحمي القلب. الطبقه اللي بعدها او اللي موجوده في النص هي المايوكارديوم. كلمه مايو معناها ايه؟ معناها مصل، عضله. تمام. فهو ده الاكتيف بورشن اوف ذا هارت. يعني ايه الاكتيف بورشن؟ يعني ده الجزء اللي بينقبض، هو ده اللي بيضخ الدم، وهو ده اللي مسؤول عن القوه بتاعه القلب. اخر جزء معانا وهو ده اللي جوه خالص اسمه الاندوكارديوم. اندو يعني ايه؟ يعني بطانه. هو ده الجزء اللي بيبطن القلب من جوه، وده بيبقى جزء ناعم جدا. ووظيفته او ليه هو ناعم؟ يعني عشان الدم يتزحلق من عليه وما يكونش فيه اي فريكشن ما بين الدم وبين المسلز، فبالتالي تكون حركه الدم سهله وسلسه. طيب قال لك كمان احنا عندنا سيرفيس للهارت. عندنا كام سيرفيس؟ قال لك والله في عندنا anterior سيرفيس وليه اسم تاني اسمه الاسترنو كوستال سيرفيس. طيب السيرفيس ده فورمد باي ايه؟ قال لك فورمد مينلي باي ذا رايت فنتريكل. تمام. طيب بما ان هو انتيريور وهو اسمه ستيرنو كوستال فهو موجود في الوش. فيا عيني اي حد هياخد ضربه في صدره في النص بيقول لك انه الانتيريور سيرفيس ده هو الموست اكسبوزد، فهو اكتر سيرفيس معرض للتروما. طيب عندنا تاني سيرفيس هو الانفيريور سيرفيس، او ليه اسم تاني بنسميه الديافراماتيك سيرفيس. يعني ايه ديافراماتيك سيرفيس؟ يعني هو السيرفيس او الجزء اللي بيريح على الديافرام، وده فورمد مينلي باي ايه؟ باي ذا ليفت فنتريكل.
بعد كده عندنا البوستيريور سيرفيس او البيز اوف ذا هارت، وده بيبقى formed mainly by the left atrium، وده بيكون فيس للفرتبرا، تمام، بيكون في وش الفرتبرا لان هو ورا، تمام. اخر سيرفيس معانا هما البلمونري سيرفيس. احنا عارفين ان القلب ده في النص، وعلى يمينه وعلى شماله في رئه. قال لك البلمونري سيرفيس ده مقسوم عندي لقسمين. ليفت بلمونري سيرفيس مكون من الليفت فنتريكل، ورايت بلمونري سيرفيس مكون من الرايت اتريوم. ماشي. طيب البوردرز بتاعت الهارت لسه شارحينها من كام سلايد. عندنا السوبيريور بوردر، رايت بوردر، ليفت بوردر، واخر حاجه تحت خالص انفيريور بوردر اللي هو كان ما بين 3 و4. كوندكشن سيستم بتاع الهارت، اهم حاجه تعرفها هنا ان الساينو اتريال نود دي بنسميها الناتشورال بيس ميكر اوف ذا هارت. طيب هو اصلا الاشاره في القلب بتمشي ازاي، او الاشاره الكهربائيه بتطلع ازاي؟ تطلع اول حاجه من الساينو اتريال نود، وبعد كده تروح للايفي نود. الايفي نود توديها البندل اوف هيس، وبعد كده تعدي من البندل اوف هيس دي بتتقسم لتو باندل برانشز، رايت وليفت، تمام. تبدا ان هي تعدي ما بين الرايت والليفت باندل برانشز اوف هيس، وفي الاخر خالص تنتهي عند البركنجي فايبر وتعمل لي الكونتراكشن. تقول لي طيب معلش يعني هو ايه اهميه الكوندكشن سيستم؟ اقول لك بكل بساطه الكوندكشن سيستم لو حصل فيه اي مشكله هيبقى عندي irregularity في الهارت بيت. تقول لي ويعني ايه irregularity في الهارت بيت؟ يعني هيبقى عندي اريزميا، تمام، يعني نبض القلب مش هيبقى مظبوط، تمام. طيب مين بقى الشرايين اللي بتعمل او بتدي بلاد سبلاي للهارت؟ هتقول لي ايه ده، هو القلب محتاج بلاد سبلاي؟ اه طبعا، اي اورجن في الجسم محتاج بلاد سبلاي، تمام. بالتالي اللي بيسبلاي القلب بالدم هم الكرونري ارتريز، الشرايين التاجيه، واللي كنا اتكلمنا عليهم الترم اللي فات في الاسكيميك هارت ديسيز. طيب الشرايين التاجيه عندنا منهم كام نوع او كام شريان؟ مينلي هم اتنين، الرايت كورونري ارتري والليفت كورونري ارتري. الرايت ده سالك، تمام. الليفت هو اللي بيتقسم لقسمين. قسم لقينا ان هو بيلف كده زي السيركل ورا القلب فسميناه السيركمفلكس ارتري. والقسم الثاني او البرانش الثاني غلبان، لقيناه ان هو موجود قدام ونازل على تحت فسميناه ليفت نسبه للليفت كورونري ارتري، وانتيريور لان هو موجود قدام، وديسندنج لان هو نازل كده يا عيني غلبان على تحت، تمام. طيب ايه اهميه دراسه الشرايين دي؟ بكل بساطه لو جات لك ثرومبه صغنونه كده وراح تسدد اي شريان من دول هيعمل اسكيميا في الهارت، وبالتالي هيدخل العيان ده في مايكارديال انفاركشن، وكل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في السي في بي ميديسن، تمام. طيب ندخل بقى في الجد، وهو موضوع محاضرتنا الكاردياك اكزامينيشن. بصوا يا شباب، اي اكزامينيشن في الدنيا لازم يبدا بهيستوري، ان انا اخد هيستوري من العيان. الهيستوري عندنا 4 اقسام: بيرسونال هيستوري، باست هيستوري، بريزنت هيستوري، وفاميلي هيستوري. لما تيجي تاخد هيستوري من العيان عايزك تتخيل نفسك ضابط مباحث. يعني ايه ضابط مباحث؟ يعني هتاخد من العيان كل الديتيلز. لما نقول بيرسونال هيستوري يعني انا هاخد هيستوري شخصيه. يعني ايه شخصيه؟ هسال العيان اسمك ايه، سنك، بتشتغل ايه، ايه العادات اليوميه اللي انت بتعملها، بتدخن ولا ما بتدخنش، متجوز ولا مش متجوز، طب لو انت كنت متجوز ولا مطلق مثلا، حتى لو هو مطلق لازم يقول لنا، ارمل يقول لنا، وهكذا. ليه ده كله بيفرق معانا؟ هتقول لي معلش يا دكتور انا عديت لك حاجات كتير، يعني سو انت هتفرق معاك ايه في موضوع الجواز؟ اقول لك مثلا لو واحد متجوز وعنده مشاكل زوجيه، فده بالتالي حياته كلها في ستريس، بالتالي ممكن يبقى عنده هايبرتنشن. لو واحد تاني ارمل وزعيق وزعل مثلا على مراته، فبالتالي ممكن يبقى عنده باد مود، وبالتالي نفسيته متأثرة، فممكن يبقى أصلا المشكلة اللي هو جاي يشتكي لي منها وقالب الدنيا تبقى عبارة عن بانيك أتاك بسبب مشاكل نفسية. أنت فاهمني؟ فالهيستوري شيء مهم جدا في الدياجنوسيس بتاعنا. هو هنا ذكر لك بعض الأمثلة على مثلا الاكيوبيشن، بسأل العيان هو شغال إيه، وليكن دخلنا لقينا عيان اسمه محمد، قلنا له ازيك يا محمد عامل إيه؟ بتشتغل إيه يا محمد؟ قال لك والله أنا مهندس مدني. طيب حلو، انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ استفدت ان انا عارف ان المهندس المدني ده شغله عباره عن ايه، عباره عن خناقات مع المقاول مع العمال والصنايعيه، فالشغلانه بتاعته كلها ستريس في ستريس. طيب المريض ده ممكن يديفلوب هايبرتنشن بكل سهوله، بالتالي لو عنده هايبرتنشن، الهايبرتنشن ده يعني من الموست كومن كومبليكيشنز بتاعته ان هو يعمل هارت فيلير. ليه؟ لان هو بيزود اللود على عضله القلب. ممكن اسال كمان عن الهابتس. هل يا محمد انت بتدخن ولا ما بتدخنش؟ يقول لك والله انا مدخن. طب يا محمد بتمارس رياضه؟ والله يا دكتور لا ما بمارسش.
أصلًا يعني بُص يومي ده ما فيش وقت، أنا باروّح من البيت يا دوبك آكل لي لقمة وأنام وأصحى تاني يوم تاني للشغل. طب حلو، أنت قُلت بتاكل لقمة، يعني ممكن تحكي لي اللقمة دي عبارة عن إيه؟ يقول لك لأ ده أنا أحكي لك وأحكي لك بقى، يعني أنا كل الأكل، أنا راجل أكّيل، تمام. عندك بقى إيه، يعني أروّح من البيت ألاقي طاجن كده لحمة بالبصل، ومش لحمة حمرا لأ، لازم اللحمة تبقى ملبّسة، آه، وطاجن تاني ورق عنب كده إيه بالكوارع، ويا سلام لو في ممبار، يعني بُص طب لو أنت بقى مش عايز، يعني أنت كل أكلك حرِش وما بتاكلش حاجة في الfast food يا باشمهندس محمد؟ يقول لك ده أنا نقطة ضعفي البيتزا الكيري بسطرمة، وباطلب معاها كده مشكّل جبن بس صغيّرة يعني عشان الدايت يا دكتور، أقول له: "لا والله يعني عدّاك العيب وأزح." الأسئلة اللي أنا سألتها لمحمد دي استفدت منها إيه؟ استفدت منها إن العيان ده نظام أكله سيء لأبشع درجة، وإنه نظام أكله مليان يعني كيلوهات من الدهون والfats، فبالتالي من قبل ما أعمل تحليل للعيان ده، أنا يعني استنتجت من الأكل اللي هو بياكله إن العيان ده وِش الكوليسترول عنده عالي، يعني عنده hyper كوليستروليميا، تمام؟ طيب عيان لمّا يبقى الكوليسترول بتاعه عالي، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عنده تصلب في الشرايين atherosclerosis. إمم، طب افرض الشرايين دي كانت شرايين تاجية، بالتالي العيان ده ممكن يdevelop ischemic heart disease أو myocardial infarction موت جزئي في عضلة القلب. هو أنت كنت جاي تشتكي من إيه يا محمد؟ نغزة في صدري يا باشا. لا ألف سلامة، ألف سلامة، ما هو من الأكل اللي أنت بتاكله. ده كانت الpersonal history. زي ما قُلت لكم في الpersonal history حاول تبقى رخم بس لطيف. يعني إيه رخم بس لطيف؟ رخم في إنك تاخد كل المعلومات اللي أنت عايزها من العيان وما تتكسفش تسأل أي سؤال. طيب لطيف إزاي؟ إنك تسأل الأسئلة دي بأسلوب مريح، ولو العيان طلب أي explanation لأي سؤال، يعني لو قال لك يعني معلش يا دكتور أنت عايز عنواني في إيه؟ ما إحنا بنسأل العيان على عنوانه، ساكن فين يا محمد؟ في الدور الكام؟ عندك أسانسير والّا ما عندكش؟ تمام؟ لو العيان سألك أنت ليه بتسأل أسئلة يا دكتور؟ توضح له سبب الأسئلة دي، وطبعًا كلنا وإحنا صغيرين رُحنا للدكتور كده كان لذيذ وخَد مننا كل المعلومات اللي هو عايزها بأسلوب لطيف كده لذيذ يعني، فده اللي إحنا عايزين نقوله، خلّيك رخم في إنك تاخد كل المعلومات اللي أنت عايزها، لطيف في الأسلوب بتاعك. طيب الpast history هي إن أنا باسأل على الماضي بتاعه، هل عملت أي عمليات قبل كده؟ يقول لك لا والله يا دكتور الحمد لله ما عملتش أي عملية. طب أُمّال إيه الincision اللي في صدرك ده، إيه الجرح اللي في صدرك ده؟ لا يا دكتور ده ما كان المنظار كنت بس مركّب دعامتين كده في القلب. هو أنت مش حاسب الدعامة من العملية يا محمد والّا إيه؟ طيب هل عندك أي أمراض قبل كده؟ لا والله يا دكتور الحمد لله زي الفل. يعني ما عندكش ضغط؟ لأ طبعًا عندي ضغط. طيب ما الضغط ده مرض، ما تقول لي عليه، تمام. طيب ليه مهم مثلًا مرض الhypertension أكتر حاجة بنسأل عليها؟ لإن زي ما قُلت لكم hypertension ممكن يعمل heart failure وده ممكن تبقى أصلًا الشكوى اللي العيان جاي لي يشتكي منها. طيب هل بتاخد أي أدوية؟ يا دكتور ده والله باخد الدوا الفلاني والفلاني والفلاني، فكل دوا بيبقى ليه side effects معيّنة، بيبقى ليه effect معيّن، فابقى عارف أو متخيّل المريض اللي قدّامي ده حالته عاملة إزاي. تالت حاجة باسأل على الpresent history. أنت النهارده جاي لي المستشفى تعمل إيه يا محمد؟ والله يا دكتور ده أنا يعني بُص نَفَسي مش عارف آخده وقلبي مش عارف ماله يا محمد ما أنت الحاجات دي أنت بتعاني منها بقى لك 5 سنين، إيه اللي خلّاك تقرر تيجي النهارده دونًا عن كل الأيام؟ يقول لك والله يا دكتور اللي خلّاني آجي النهارده هو إن أنا حاسس كده بشَكّة في صدري. الوصف اللي محمد قاله ده، الشَكّة اللي في صدره دي بنسميها الchef complaint الشكوى الأساسية، ودي اللي إحنا دايمًا بنحب نشتغل عليها أو بنركّز عليها، ودي بتتكتب أو بتتاخد من بُق العيان، يعني هو قال لك حاسس بشَكّة في صدري ودي شكوتي الأساسية، دي الحاجة اللي خلّتني آجي النهارده، فتكتب العيان عنده شَكّة في صدره، ماشي؟ طيب الشَكّة دي جات مرّة واحدة والّا تدريج؟ لا يا دكتور، ده أنا والله كنت قاعد مع الواد ابني عقبال عندك كده كان بيتجوّز تمام، فوإحنا بنعزّل بعد ما خلّصنا العزال والكلام ده كلّه، أول لمّا روّحت البيت لقيت شَكّة في صدري مرّة واحدة كده وجيت لكم على طول على المستشفى، يبقى دي حصلت sudden وبعد exertion، فممكن دي يبقى اللي عنده exertional angina ذبحة صدرية نتيجة مجهود، تمام؟ طيب آخر حاجة بنسأل عليها هي الfamily history. أخبار بابا وماما إيه يا محمد؟ هل كان عندهم أي أمراض في القلب؟ إحنا طبعًا هنا عشان بنتكلم على cardiac examination فبنسأل على القلب، لكن برضه في الchest examination هنسأل على كل حاجة برضه، تمام؟ يقول لك لا والله الحمد لله إحنا العيلة زي الفل. يعني بابا ما كانش عنده الضغط؟ لا طبعًا ده كان عنده ضغط وسُكّر كمان، تمام؟ طيب وستي كان عندها قصور في الشرايين التاجية اللي هو الischemic heart disease. هو أنا ليه باقول لكم الكلام ده؟
لان العيان، وده فعلا يعني انا شفته بعيني، العيان لما انت بتقول له هل في العيله اي حد عنده اي مرض، هو بيبقى يعني لما انت بتقول له مرض دي بيتخيل الحاجات البلاوي الكبيره اللي هي كانسر بقى والحاجات دي، ما بيجيش في باله الحاجات زي الضغط والسكر، لان هو شايف ان دي حاجه يعني الشعب المصري كله بيعاني من هذه الامراض، فما بيبقاش شايف ان المعلومه دي مهمه قوي بالنسبه له. تمام، فعشان كده بنأكد على العيان باكتر من سؤال، بنساله في الاول open ended question، يعني سؤال مفتوح، ولو ما ادانيش الاجابه اللي انا عايزها ابدا ان انا اديله او اساله حاجات سبيسيفيك عشان اتاكد هل هو فعلا العيله ما فيهاش اي امراض، ولا هو مش واخد باله من انه مثلا الضغط العالي ده مرض يعني. خلصت الهيستوري، يلا نبدا في الاسسمنت، نبدا نشخص العيان. زي ما قلت لك، انت كدكتور باطنه انت عباره عن ضابط مباحث. يعني ايه؟ يعني اول ما بتشوف العيان بتبص كده على منظره وعلى قعدته، قاعد ازاي. طيب، هو وشه يعني حيوي كده ولونه طبيعي، ولا بهتان، ولا هو مصفر؟ طب اخبار المنتال ستيت بتاعته ايه؟ وهنبدا ناخد الكلام ده واحده واحده. واول حاجه قعده العيان. دخلت لقيت العيان قاعد لي مقرفص كده. العيان ده مقرفص ليه؟ قال لك العيان المقرفص ده بيبقى عنده تترالوجي اوف فالوت. تقول لي يا دكتور هترجعنا ليه لايام الباثولوجي؟ انا فاكر انا التترالوجي اوف فالوت دي، بس الصراحه يعني فاكرها اسما بس ما اعرفش اي حاجه عنها. اقول لك تعال نشرحها بكل بساطه. من اسمها تترا، يعني مرض مكون من 4 امراض. اول حاجه ان حصل عندي ستينوسز في البلمونري فالف. مين البلمونري فالف ده؟ هو الفالف اللي كان واقف على البلمونري ارتري. انت لحقت تنسى ما الحصيله قايلينها من كام ثانيه. طيب، ايه المشكله؟ والله المشكله انه النورمال سيركيوليشن لما جه الدم يتنقل من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل جه يضخ الدم بحسن نيه للبلمونري ارتري، ما عرفش بيروح، مش عارف ايه ده، في ايه؟ طب ما اجرب كده بقوه اكبر. ايه يلا، مفيش، مش راضي يدخل. لا اله الا الله. وفضل يا عيني الرايت فنتريكل ده يحاول يضخ الدم للبلمونري ارتري، مش عارف. اي عضله بنحط عليها لود بيحصل فيها ايه؟ بتكبر. فده للاسف اللي حصل في عضله القلب اليمين، حصل عندي رايت فنتريكولار هايبرتروفي. طب دي مشكله دي. هل الستينوسيس اتحل؟ لا لسه. بقت العضله كبيره والستينوسيس الفالف مقفول او فاتح حته صغيره يعني، وعمالين نحاول نزق فيه، نزق نزق نزق، مش راضي. في الاخر السبتال اللي ما بين الرايت والليفت فنتريكل اتفتح، حصل فيه ثقب. تمام، سميناه فنتريكولار سيبتال ديفكت نتيجه انه الضغط عالي جدا جوه الرايت شامبر. طيب، يا عيني كان العيان بتاع التترالجي اوف فالوت مش عارف يوصل الدم للرئه، بالتالي مفيش اكسجينيتد بلاد كفايه، ويا دوبك الدم اللي كان بيعدي كان سرسوب. سرسوب كده بيروح الرئه يحصل فيه جاز اكستشينج، وبعد كده يرجع تاني للليفت اتريوم، للليفت فنتركل، للاورطه، ويعني يا دوبك الدم بيشم الاكسجين شم كده. لما حصل عندي الفنتريكولار سيبتال ديفكت، الاكسجينيتد بلاد اتخلط بالدي اكسجينيتد بلاد اللي موجود في الايه، في الرايت فنتركل. ليه؟ لان احنا قلنا ان الدم دايما او اي سائل في الدنيا بيروح من الحته اللي فيها ضغط عالي للحته اللي فيها ضغط اقل. مين الحته اللي فيها ضغط عالي؟ الرايت شامبر، اللي هي كانت احنا عمالين نحاول نضخ دم هو مش راضي يتضخ. تمام، فبالتالي هيهرب للايه، للليفت فنتريكل. بنسمي دي رايت تو ليفت شنت. يعني ايه؟ يعني حصل تحويله، شنت يعني تحويله. تمام، الدم اتحول من الرايت فنتريكل للليفت فنتريكل، فبقى الدم اللي هنا ميكسد، فبقى الاورطه بيوصل لها دم ميكسد، اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد، دم فيه اكسجين ودم ما فيهوش اكسجين. بنسمي الحاله دي اوفر رايدنج اورتا. يعني ايه اوفر رايدنج اورتا؟ يعني الاورتا بقت في وش الايه، الثقب اهو. تمام، فبقى يوصل لها دم اوكسجينيتد مع دي اوكسجينيتد. العيان ده تفتكروا هيحصل فيه ايه؟ عيان ما عندوش اكسجين كافي في جسمه، فبالتالي اي تشو ربنا خلقه في الدنيا لما نمنع عنه الاكسجين بيبدا ان هو يزرق. فهتلاقي اول حاجه تبان على العيان ده ساينوسز. يعني ايه ساينوسز؟ يعني زرقان. طيب، ايه تاني؟ لما الاكسجين يقل مين اللي هيزيد؟ الكربون. يعني دي معادله معروفه، الاكسجين زاد كربون قل، الاكسجين قل يبقى الكربون يزيد. الكربون ده اسيدك ولا الكلاين؟ قلنا قبل كده ان الكربون ده اسيدك. فبالتالي لما الكربون يزيد
الاسيديتي بتاعه الدم تزيد، فيعمل لي ريسبيراتوري اسيدوسز. طيب نزود مشكله كمان قبل ما نحكي مشكله الاسيدوسز والكلام ده. هو يا شباب الاورطه دي كانت بتبعت دم لمين؟ للجسم كله، بما فيهم رئيس جمهوريه الجسم وهو البرين، المخ. فبقى كميه الدم او كميه الاكسجين اللي رايحه للمخ قليله، فايه اللي هيحصل؟ المخ هيبقى قاعد في امان الله، يلاقي الاكسجين اللي بيوصل له قليل، يقول لك يا لهوي، العيان ما بيتنفسش ولا ايه؟ يقول له لا يا باشا، ايه ده بس، صلي على النبي، المشكله مش في نفس العيان، المشكله من القلب. هيقول لك لا يا عم اسكت، انت مش فاهم حاجه، هو هتلاقي البني ادم ده ما بيتنفسش. زود لي من الريسبيراتوري ريت بتاعه، فيدخل العيان في تكبنيا. العيان الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي عالي، عمال ينهج ينهج ينهج. هو مشكله العيان في النفس؟ لا، ما هو العيان بياخد نفسه عادي. امال مشكله العيان فين؟ مشكله العيان ان مفيش دم بيروح للرئه بس. فللاسف العيان ده بيجي لك يعاني من ديسنيا، ضيق في التنفس، مش عارف ياخد نفس وعمال ينهج. هو بينهج ليه؟ عشان المخ بعت امر بكده للريسبيراتوري سنترز. واللي زود الطينه بله انه الريسبيراتوري سنترز لقت ان الدم بقى اسيدك. معنى ان الدم اسيدك يعني ان مفيش اكسجين، فيبقى احنا كده بناكد كلام المخ، فزود لي يا ابني التكبنيا اكتر. فالمهم الخلاصه يعني، هتلاقي العيان بريزنتنج عندك بديسنيا، ضيق في التنفس، مش عارف ياخد نفسه يا عيني، ومزرق. هتقول لي طيب، ويعني هي وضعيه القرفصاء ان البيشنت يقرفص كده، هي دي الشفاء من كل ده؟ خلاص هي دي اللي عالجت العين وخليته قاعد كده مروق وزي الفل؟ اقول لك اه. ازاي؟ خلينا اشرح لك. نرجع تاني لاصل المشكله. احنا قلنا مشكلتنا فين؟ مشكلتنا في انه الجسم بيوصله ميكسد اوكسجينيتد دي اوكسجينيتد بلاد. فقال لك اول حاجه هنعملها ان احنا نقلل الفينس ريتيرن. تقول لي ليه اقلل الفينس ريتيرن؟ هقول لك هو الدي اوكسجينيتد بلاد ده هو انا جايبه منين؟ هو جاي من الفينس ريتيرن، تمام؟ فاحنا لو قللنا الفينس ريتيرن احنا بالتالي قللنا الدي اوكسجينيتد بلاد، فبالتالي هنزود من الاكسجينيتد بلاد. فدي كانت اول ثيوري، ان هم قال لك آم، الساينوسز ده بيقل مع وضعيه السكواتنج بوزيشن، لان احنا بنعمل بريشر على البلاد فيزلز اللي موجوده في اللور ليمب، فبالتالي بتقلل من الفينس ريتيرن للهارت، فبالتالي بتقلل من كميه الدي اوكسجينيتد بلاد اللي بيوصل للهارت من الانفيريور فينا كافا. بالتالي كميه الميكسد اوكسجين ودي اوكسجينيتد بلاد ده بتقل، فبالتالي الاكسجين يقدر يوصل للخلايا بتاعه الجسم، وبالتالي يقل الساينوسيس. جه واحد تاني قال لك والله يا جماعه يعني ما، بس مش الكلام مش مقنع برضه يعني، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا والله ليا راي تاني. السكواتنج بيقلل من الديسنيا والساينوسز عن طريق ان هو بيزود من البلمونري بلاد فلو. بقول له كلام حلو، بس مش اي واحد يجي يقول اي كلام كده ونصدقه. ازاي هتزود البلمونري بلاد فلو ويا بني ادم البلمونري ارتري اصلا مقفول؟ ما هو في بلمونري ستينوسز. قال لك اه، ما احنا هنعمل حركه وحشه كده مع الجسم، انا هقفل له الاورطه، تمام، وهصعب الخروج منها. فبالتالي بدل ما الدم كان بيستسهل ويطلع من الاورطه، لا انا هجبره ان هو يرجع تاني ويحاول مع البلمونري فالف ويطلع منه. اصل خلي بالكم، هو في الاول خالص كان بيحصل ايه؟ كان الرايت فنتركل بيحاول وبيزق الدم والدم بيخش بالعافيه في البلمونري ارتري. لما حصل الشنط، لما حصل السيبتال ديفكت هنا، ايه اللي حصل؟ الدم ما بقاش يحاول. هو انا ليه اتعب نفسي وافرهد نفسي واخش في الزحمه هنا؟ ما نعدي الدنيا هنا فاضيه والاورطه يعني الدنيا سداح مداح. معدي من الحته الفاضيه، وزي ما قلت لكم اي سائل في الدنيا بيعدي من الحته، بيمشي من الحته اللي فيها ضغط عالي الحته اللي فيها ضغط اقل. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنزود الافتر لود. يعني ايه الافتر لود؟ يعني انا هزود السيستميك فاسكولار ريزيستنت في الاورطه. هتزودها ازاي؟ قال لك عن طريق السكوات. يعني ايه برضه هتعمل ايه؟ قال لك انا لما العيان ده قعد في سكوات، انا قفلت البلاد فيزلز، يعني قللت الفينس ريتيرن، وكمان قللت من الدم اللي رايح للور ليمبس. ما هو انت لما تيجي تقفل مش تقفل فينس بس، ما انت هتقفل فينس وارتيريال، وهو كده كده اصلا ما كانش فيه دم بيروح لان ما فيش اكسجين، تمام؟ فانا هنا عملت حاجتين. اول حاجه وفرت اكسجين للابر بادي وللبرين، فهيقلل معايا الديسنيا، وهنشرح ده كمان شويه بالتفصيل. وكمان زودت من البريفرال فاسكولار ريزيستنس. طيب لما البريفرال فاسكولار ريزيستنت هيحصل ايه في الاورتيك ريزيستنت؟ هتزيد هي كمان. لما الاورتيك ريزيستنت تزيد، الافتر لود يزيد، فبالتالي الدم لما جه يطلع للاورطه، لا الموضوع صعب. ده الموضوع طلع صعب قوي، انا مش عارف اروح للاورطه او ان انا اعدي منها.
فهضطر يرجع تاني يحاول مع البلمونري ارتري، فبالتالي البلمونري ارتري يبدا يفتح واحده واحده والدم يعدي من البلمونري ارتري ويروح للرئه، فنسبه الاكسجين في في الدم تزيد، وبالتالي البلمونري بلاد فلو يزيد. هتقول لي والله يعني كلام مقنع وزي الفل، يعني ما اقدرش اقول لك حاجه، بس هو في جمله غريبه ما مكتوبه تحت، بيقول لك compressing the splenic vessels thus increases systemic venous return. بتضحكوا علينا ولا انتوا بتشتغلونا ولا ايه حكايتكم؟ يعني هو يعني اول حاجه يعني ايه splenic vessels، وازاي هو يعني شايف انه زياده الفينوس ريتيرن دي ميزه؟ طيب اول حاجه السبلينيك فيزلز دي الفيزلز بتاعت الاحشاء، تمام؟ كلمه سبلينيك جايه من كلمه سبلانكا، سبلانكا دي كلمه يوناني، تمام، معناها احشاء، تمام. طيب في الاحشاء دي اللي هي البطن والكبد والقوانص بقى والليله دي كلها، بيبقى موجود عندي فيزلز وارتريز، اوعيه دمويه فيها دي اوكسجينيتد بلاد، وارتريز فيها اوكسجينيتد بلاد. لما العين بيقرفص هو بيضغط على بطنه، لما يضغط على بطنه الضغطه دي هتعمل حاجتين: الفينز الدم اللي فيها هيرجع للقلب، والارتريز الدم اللي فيها هيرجع لمين؟ للاورطه. طيب الدم لما يرجع للاورطه وانا قافل له اللور ليمب وقفلت له كمان الترنك، الدم هيروح فين؟ صح، هيروح للمخ. يبقى انا كده قللت من البرين هايبوكسيا. طيب عملت ايه كمان؟ زودت من الاورطه ريزيستنس، كميه الريزيستنت زادت، ده احنا مش بس كنا قافلين الرجلين، ده انا قفلت لك الترنك كمان، تمام. فبالتالي الافتر لود، الافتر لود ايوه هيعلى، فالدم مش هيعرف يطلع. اي نعم الفينس ريتيرن زاد، بس ده في مصلحتي، في مصلحتي ازاي؟ ما هو الفينس ريتيرن اللي هيرجع ده هيجي يخش للاورطه مش هيعرف يدخل، فهيضطر ان هو يدخل من البلمونري ارتري، تمام، فبالتالي هيروح للرئه ويزود اصلا معايا البلمونري بلاد فلو. فهمتوا ليه هنا كانت زياده السيستميك فينس ريتيرن مفيده على عكس فوق كانت غير مفيده؟ لان كل واحده هو بيتكلم على ريجن معينه او على مرحله معينه. وهتقول لي ايه ده، هو الموضوع مراحل؟ هقول لك ايوه، ده احنا قسمنا الموضوع لاول 15 ثانيه وبعدها بدقيقه دقيقتين. قال لك في اول 15 ثانيه هيحصل sudden دروب في الفينوس ريتيرن والعيان هيحس بتحسن، وده ايه ده يا اخي، ده احنا ما كناش عايشين، يعني الواحد عارف ياخد نفسه اخيرا. بعد دقيقه دقيقتين لما يبدا الفينس ريتيرن يبدا يعلى تاني عن طريق الضغط على السبلينك ارتري. الفينس ريتيرن قلنا مش هيعلى لوحده، هيعلى هو كمان مع السيستميك فاسكولار ريزيستنت، فالفينس ريتيرن ده هيروح للقلب اسمها ايه دي، للرئه، تمام. والدم اللي كان موجود في البطن هيطلع للمخ، المخ يلاقي ان بقى فيه اكسجين يوصل له، يقول لك والله خلاص البني ادم ده اتعلم من غلطته، وقف لي ابعت يا ابني للريسبيراتوري سنترز، خلاص خليه ياخد نفسه عادي، وقللي له من الريسبيراتوري ريت، وقللي له من الديسنيا، فالعيان يبقى زي الفل. كل ده طلعناه من ايه؟ من ان العيان دخلت عليه ولقيته مقرفص. عرفت ليه البطنه حلوه؟ عرفت ليه البطنه واحدة من المواد اللي انت ممكن تستمتع بمذاكرتها بس لو فهمتها؟ ماشي. طيب عشان كده البصمجي هيعاني قوي في الراوند ده، هيتعب جامد حقيقة يعني. طيب كل الكلام اللي تحت ده هو نفسه اللي احنا شرحناه، تمام، اقروه لو في اي حاجة ابعتولي. طيب اخر حاجة هنا الكلام بتاع الاكسجين ساتوريشن ده هو نفسه اللي احنا قلناه. عندنا هنا في حاجة اسمها الفيسكس ريسبيراتوري هيمو دايناميك سايكل. دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا في الاول كان مشكله العيان ايه؟ ان عنده برين هايبوكسيا، الاكسجين قليل، فهو المخ يبعت للريسبيراتوري سنتر زودي لي من الريسبيراتوري ريت، فالعيان ينهج. فالعيان لما ينهج هو اصلا مش عارف ياخد نفسه ومفيش دم بيروح للرئه، تمام، فبالتالي الاكسجين هيقل اكتر، فبالتالي المخ هيقوم باعت ويقعد يرن بقى على الريسبيراتوري سنتر: يا ريسبيراتوري سنتر مش عايز اشتم، دخلي لي اكسجين. تقول له يا حبيبي والله على عيني، بس هو ما فيش اكسجين، انت فاهم غلط، ما هو انت لو بس تدينا فرصه ان انت، يقول لا ما فيش فرص ولا كلام. فهي دي السايكل واحنا بنكسرها عن طريق الايه، السكواتنج يعني. ماشي. وقصه البي اتش هي نفسها الاسيديتي، تمام. انا قلت لكم الكربون ده اسيدك، ففي الاول خالص لما بيعلى بيزود الاسيديتي بتاعت الدم، فده اللي بيروح يبعت للريسبيراتوري سنتر ان هي ايه، علي لي الريسبيراتوري ريت والكلام ده كله. طيب افرض دخلت على المريض لقيته قاعد لونج سيتنج، المريض ده يبقى عنده ايه؟ قال لك يبقى عنده ليفت سايدد هارت فيلير.
ليه كفلنا الشر؟ اشمعنى يعني يا دكتور؟ قال لك والله تعالى نرجع كده بالزمن لورا للاناتومي. الليفت سايد اوف ذا هارت كان بيعمل ايه يا شباب؟ كان وظيفته بكل بساطه ان هو ياخد الدم من البلمونري فينز ويروح يضخها عن طريق الاورطه للجسم كله. طيب تخيل معايا ان الجزء الشمال ده بقى فاشل. يعني ايه فاشل؟ يعني ما بيعرفش يضخ الدم للجسم. ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. الدم راجع من الرئه، جه يخش للليفت فنتريكل، لقى فيه دم والدنيا زحمه، فمش عارف يدخل، فهيعمل ايه؟ هيقوم راجع تاني. رجع تاني على مين؟ رجع تاني على الرئه. فالعيان حصل عنده pulmonary edema، ما بقاش عارف ياخد نفسه. هتقول لي طيب دي مشكله كبيره، ايه علاقه اللونج سيتنج بقى بالموضوع؟ قال لك اللونج سيتنج بيخلي الجرافيتي تشد الدم بعيد عن الجسم، فبالتالي بتقلل من الفينس ريتيرن. لو الفينس ريتيرن قل، ايه اللي هيحصل؟ كميه الدم اللي رايحه للرئه هتقل، فبالتالي كميه الدم اللي راجع للليفت سايد اوف ذا هارت هيقل، فبالتالي البلمونري اديما هتقل. بس كده. شفت الدنيا لذيذه ازاي؟ طيب ايه تاني؟ يعني انا مش مقتنع، اديني اسباب كمان. قال لك والله تعالى كده نبص على باقي وضعيات الجسم في اللونج سيتنج. قال لك الاحشاء، البطن بقى والايه والمصارين والفسرة والذي منه، لما العيان بيبقى قاعد لونج سيتنج الجرافيتي بتشدها بعيد عن القلب وبعيد عن الرئه. لكن مجرد ما العيان ده بينام سوباين، الاحشاء بتبدا ان هي تحدف على مين؟ على الرئه. فالرئه تقول لك يعني يا بجحتك يا فسرة، يعني هو هيبقى القلب عامل لي اديمه بولمونري اديمه، وانت كمان ضغط عليا من تحت، يعني انا مضغوط عليا من كل الجهات. تمام. فعشان كده بيقول لك انه فكره انه العيان لو نام سوباين ده بيخلي الديافرام وبيخلي الاحشاء تزق، تتزق كده ناحيه الايه؟ ناحيه الرئه، بالتالي بتحط ستريس عليها. طيب ايه كمان؟ قال لك لقينا انه العيان وهو نايم سوباين كفاءه الريسبيراتوري ماسلز بتبقى قليله، لكن لو نام لونج سيتنج تبقى كفاءه الريسبيراتوري ماسلز احسن. وده حتى احنا بنعمله لما بيجي لنا دور برد، ما بنعرفش ننام سوباين وبنضطر ان احنا ننام لونج سيتنج. ليه؟ عشان السكريشنز بتبقى كاتمه نفسنا، وبرضه ما بنبقاش عارفين ناخد نفسنا بشكل طبيعي، وبنلاقي انه في تحسن كبير جدا لو نمنا لونج سيتنج. طيب فكره ان المريض لما ينام على ظهره يجي له ضيق في التنفس وما يعرفش ان هو ياخد نفسه ويضطر ينام لونج سيتنج، بنسمي دي اورثوبنيا. تمام. يعني ايه اورثوبنيا؟ يعني عنده ابنيا، فقدان في التنفس او مش عارف ياخد نفسه نتيجه البوزيشن. ماشي. السباين بوزيشن بالذات. طيب افرض دخلت على العيان لقيته قاعد في وضعيه الصلاه. يعني ايه وضعيه الصلاه؟ يعني قاعد كده وعامل ليننج فورورد، يعني مميل كده لقدام زي ما يكون واحد حاج كبير كده بيصلي على كرسي ورايح يركع مثلا او بيسجد، فبيعمل ايه؟ ليننج فورورد. فلو لقيته عامل كده ده يبقى عنده ايه؟ قال لك ده احتمال كبير يبقى عنده بيريكاردايتس. اشمعنى؟ قال لك والله عيان البريكاردايتس ايه المشكله اللي عنده؟ المشكله اللي عنده ان الدم لما بيوصل للقلب، بالذات لو الدم ده كتير، يعني لو الفينس ريتيرن كتير، ده بيضغط على القلب، فبالتالي القلب بيضغط على الشيست وول. الشيست وول دي قصدي على الوول بتاعه الهارت. الوول بتاعه الهارت دي اللي هي موجود فيها البريكارديوم اللي هو ملتهب، فبالتالي المريض بيحس بالم فظيع جدا. فحل المريض عشان يقلل من الالم ده ان هو يقلل من الفينس ريتيرن. طيب هيقلل من الفينس ريتيرن ازاي؟ قال لك المريض لقى لما هو بيعمل ليننج فورورد بيزود الانترا ابدومينال بريشر، بالتالي الانترا ثوراسيك بريشر بيزيد. طيب لما الانترا ثوراسيك بريشر بيزيد ايه اللي بيحصل؟ الدم بيجي يطلع كده للقلب، يلاقي البريشر زايد فيرجع تاني للضغط القلب. احنا قلنا في عندنا قاعده كده انه الدم بينتقل او اي سائل في الدنيا بينتقل من الحته اللي فيها ضغط عالي للحته اللي فيها ضغط قليل، فبالتالي الفينس ريتيرن اللي رايح للقلب هيقل، فبالتالي كميه او علاقه يعني الشيست وول بالبريكارديوم بيقل الضغط على البريكارديوم يعني، فنوعا ما الالم بيقل. وكمان فكره ان الانتراثوراسيك بريشر بيزيد بيعدل من الضغوط جوه القفص الصدري، فبيكون الضغط بتاع الانتيريور على الانتيريور وول بتاعت الهارت يعني برضو بتقل. واحد ممكن يسال سؤال، يقول لك يعني انتوا بتشتغلونا ولا ايه حكايتكم؟ يعني هو انت لسه قايل لي في التترولوجي اوف فالوت انه العيان لما بيضغط على بطنه احنا كده بنزود السبلينيك مش عارف ايه، والفينس ريتيرن هيزيد، والدنيا كانت زبادي في الخلاط.
والنهارده جاي تقول لي ان العيان برضو لما يلين فورورد كده الانترا ابدومينال بريشر زاد، في الانترا ثوراسيك زاد، فالدم الفينس ريتيرن قل. تشتغلونا يعني ولا ايه؟ اقول لك هو انت بتقارن ما بين ان انا اعصر الابدومين، تمام، فطلع الفينس ريتيرن ده للقلب وازود من الارتيريال ريزيستنت، بان جاست العيان عمل ليننج فورورد؟ يعني هو انت بتقارن ما بين ايه وايه؟ تمام. هتقول لي يعني يا دكتور الانتراثوراسيك هنا زاد لما بس العين عمل ليننج فورورد، ولما عصرنا الدنيا الانتراثوراسيك بريشر ما زادش. هقول لك لا زاد. بس عارف ليه الفينس ريتيرن برضو زاد مع ان الانتراثوراسيك بريشر زاد؟ تقول لي ليه؟ هقول لك ان انا زودت السيستميك فاسكولار ريزيستنس، فبقى الفاسكولار ريزيستنت عندي اعلى بكتير من الانتراثوراسيك، فبالتالي الدم برضو اضطر ان هو يهرب لل للثوراسيك كافيتي والفينس ريتيرن زاد. اللي ما فهمش الحته الاخرانيه دي مش مهم، ده ردا كده لو واحد غلس حب يسال السؤال ده. مش غلس طبعا، ده على راسي، بس انا بهزر يعني. ماشي. طيب بنبص على ايه كمان؟ على البادي بيلت. يعني لو لقيت العيان ده ثين، او بنسميها مسمى تاني هنا في البطنه كاشيتك، يعني راجل يعني لحم على العظم حرفيا. المريض ده ممكن يبقى مريض كانسر، ولكن اللي يهمنا هنا في الكارديولوجي هي امراض القلب، فبنقول ان المريض ده ممكن يبقى عنده ادفانسد ليفت سايدد هارت فيلير. هتقول لي ايه العلاقه؟ اقول لك نرجع تاني. هو الليفت سايدد هارت فيلير ده لما هيحصل ايه اللي هيحصل في الرئه؟ هيحصل عندي بالمونري ايديما. طب ايه اللي هيحصل في الجسم؟ كميه الاكسجين اللي رايحه للجسم هتقل. ليه؟ لانه الليفت سايد اوف ذا هارت ما بقاش بيضخ دم للجسم. اي عضله عندنا في الجسم او اي تيشو في الجسم بياخد الغذاء بتاعه منين؟ من الاكسجين ومن النيوترينتس. الاكسجين بيجي من الدم، والنيوترينتس بتيجي من الاكل. العيان ده جه ياكل، لان هو مش عارف ياكل. ليه مش عارف ياكل؟ عشان اي حد فينا لما بيجي ياكل بيلاقي انه المجهود اللي هو بيبذله عشان ياكل بيزيد، نفسه بيزيد، يعني بيحتاج ان هو يتنفس بشكل اكتر عشان يعرف ياكل. مريض الهارت فيلير لما بيجي ياكل بيلاقي ان هو مش عارف ياخد نفسه، فبيتكدر، فبيكملش اكلته وما بيكملش الطبق بتاعه، فكده النيوترينتس اللي داخله لجسمه بقت قليله. تقول لي مش مشكله نعتمد على الاكسجين. هقول لك اه، ما هو ما فيش اكسجين. ما هو حضرتك الليفت سايد اوف ذا هارت ما بيوصلش اكسجين للجسم. هتجيب اكسجين منين؟ فبقى كده يا عيني التشو بتاعه الجسم لا وصل لها اكسجين ولا وصل لها نيوترنت، فبدات ان هي تتكسر. فعشان كده بتلاقي العيان ده لحم على عظم. وده فين؟ في الليفت سايدد هارت فيلير. طب لو لقيت البيشنت ده اوبيز، قال لك ده ممكن يبقى رايت سايدد هارت فيلير. هتقول لي اشمعنى يعني؟ هو الليفت هو اللي بيخسس قصدي الرات بيتخن، والليفت هو اللي بيخسس. هقول لك لا، هو الرايت مش بيتخن. العيان هيبان تخين، لكن هو في الحقيقه العيان برضو مش تخين ولا حاجه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك نرجع تاني. الرايت سايد هارت فيلير ده كان بيعمل ايه؟ او الرايت سايد قصدي في الهارت كان بيعمل ايه؟ كان بياخد الفينس ريتيرن من الجسم ويوديه للرئه. دلوقتي هو ما بقاش قادر ياخد الفينس ريتيرن، فالفينس ريتيرن ده هيرجع لفين؟ هيرجع يرد في الجسم تاني، فيعمل لي حاجه اسمها فينس ستاتس. فاللي انت شايفه كرش ده مش كرش، ده اسايتس. يعني ايه اسايتس؟ يعني استسقاء. يعني ايه استسقاء؟ يعني تجمع السوائل في البريتونيال كافيتي او في الكافيتي بتاعت البطن يعني. واللي انت شايفه انه اطرافه دي تخينه، ده مش دهون، دي سوائل، بريفرال اديما يعني. فعشان كده مريض الرايت سايد هارت فيلير هو ما عندوش دهون زياده، هو مشكلته انه جسمه وارم. فالورم ده انت افتكرته ان هو تخين، لكن هو في الحقيقه مش تخين. واحد هيقول لي لا يا عبد الله، انا دخلت على العيان وبصيت عليه لقيت ان هو فعلا تخين، والتخن اللي عنده ده دهون مش اي حاجه تانية. ها اشك في ايه بقى؟ هقول لك تجري على طول تطمن على الكرونري ارتريز. اشمعنى يا جماعه؟ هو المريض اللي التخين ده هو تخين ايه؟ مش تخين دهون. طيب لو الدهون زايده يبقى كده مين اللي زايد؟ الكوليسترول. طيب لو الكوليسترول زاد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تصلب في الشرايين. مين اكتر شرايين بنخاف عليها في الجسم؟ الشرايين التاجيه اللي هي الكرونري ارتريز. عشان كده بنطمن عليها ونلحق العيان ان احنا نحاول نقلل الكوليسترول بتاعه ونظبط الدايت بتاعه قبل ما يحصل له اسكيميك هارت ديسيز، قصور في الشرايين التاجيه، ويدخل بقى في مايكارديال انفاركشن، وممكن في الاخر ينتهي بهارت فيلير او بالوفاه. طيب واحد هيقول لي والله يا دكتور ده انا دخلت على العيان لقيت شكله شبه الهرم المقلوب. يعني ايه الهرم المقلوب؟ يعني العيان من فوق يعني بنيته كويسه، تمام، لكن يعني من تحت رفيع. قال لك اه ده بسبب كورتيكيشن اوف ذا اورتا. يعني ايه كورتيكيشن اوف ذا اورتا؟
يعني ضيق في الديسندنج اورتا. هتقولي لا اشرح لي بس يعني الكلام ده عشان انا مش فاهم حاجه. تعال نبص على الاورتا. الاورتا لما طلعت في القلب قسمناها لثلاث حتت. حته طالعه لفوق سميناها ascending اورتا، وحته كده عامله زاويه فسميناها اورتيك ارش، وحته نازله لتحت سميناها الديسندنج اورتا. طيب زي ما انتم شايفين في الصوره، الاسندنج والاورتيك ارش طالع منهم ايه؟ طالع منهم البلاد فيزلز اللي رايحه للابر ليمب وللمخ. طيب والديسندنج هي اللي نازله للور بارت اوف ذا بادي. لو انا جيت تعالى اهو بالقلم الاحمر قفلت الديسندنج اورتا دي، ايه اللي هيحصل؟ كل الدم هيروح للابر ليمب. احنا قلنا اي تشو محتاج ايه عشان يكبر؟ نيوترنت واكسجين. بقى عندي كميه اكسجين عاليه جدا في الابر ليمب، فبقى الابر ليمب ده حاجه تحفه، حاجه ما حصلتش، كبير جدا. ليه؟ مش كبير جدا يعني، بس اقصد ان هو حجمه كبير. ليه؟ لانه فيه اكسجين كتير جدا رايح له. طب والجزء التحتاني رفيع ليه؟ لانه حصل كورتيكيشن في الديسندنج اورتا، بقت ضيقه، فبقى في سرسوب كده دم هو اللي نازل لتحت. تمام. فعشان كده لقينا عندي منظر الانفيرتد بيراميد، من فوق هو زي الفل، جسم تمام، لكن من تحت رفيع. ليه؟ عشان الكورتيكيشن بتاع الديسندنج اورتا. طيب افرض لقيت المريض رفيع قوي ووشه طويل وصوابعه طويله شبه صوابع العنكبوت، تمام، او شبه رجلين العنكبوت كده، تمام. العيان ده يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده مارفان سندروم. يعني ايه مارفان سندروم؟ هي اللي احنا لسه حاكيين عليها دي. مريض وشه طويل ودراعاته طويله، تمام، ولو بصيت على صدره هتلاقي يا اما صدره بارز يا اما صدره داخل لجوه، وصوابعه طويله. هتقول لي يا عم ولا صوابعه طويله ولا حاجه، انا عايز صوره على ارض الواقع يا دكتور. ايه الصور الكرتون اللي انت جايبها لي دي واحنا في سبيستون؟ يعني خليك فاكر انت اللي طلبت بقى. اتفضل يا سيدي، ربنا يشفيه ويعافيه. شايف صوابعه عامله ازاي؟ بنسمي الصوابع دي صوابع شبه العنكبوت. وعامه في حقبه في الطب كده تحسوا ان كان في حد متنمر هو اللي دخل قعد يسمي التسميات دي، تمام. يعني انتوا هتلاقوا حاجات غريبه مثلا زي الراجل ده صوابعه طويله فقال لك دي صوابعه شبه صوابع العنكبوت. الراجل اللي خد كورتيزون زياده فبقى عنده دهون كده هنا اتجمعت او زي اتب في ظهره، فقال لك ده عنده بافالو هامب. يعني ايه بافالو هامب؟ يعني عنده هامب كده او اتب زي الاتب اللي عند البافالو، البافالو اللي هي الجاموسه، تمام. فهو تحسوا ان في قله ادب كده، بس ما علينا. المهم، فده العيان المارفان سندروم. المارفان سندروم ايه اسبابها او كده؟ مش عليكم كبطنه السنه دي يعني او في الترم ده. لو واحد يعني شغفه يعني عايز يعرف يعني ايه مرض وراثي نتيجة مشكلة في الجينات، في جين اسمه ال FN1 تقريبا، تمام. ده بيأفكت الكونكتيف تيشو وبيعمل تغيرات فيه، فهو اللي بيعمل البلاوي دي كلها. طيب ايه اللي يهمنا هنا؟ تأثيراته على القلب، ان هو ممكن يعمل لي ارتيريال سيبتال ديفكت، فاخد بالي من الحتة دي. طيب دخلت على العيان لقيت عيل صغير. عيل صغير ازاي؟ العيان سنه كبير، يعني في البطاقه ببص عليها لا الراجل كبير بس جسمه صغير، عنده انفانتاليزم. يعني ايه؟ يعني نقصان في النمو. العيان سنه كبير بس جسمه صغير. طيب ايه سبب ده؟ قال لك سبب ده severe cardiac disease starting in the childhood. يعني ايه؟ يعني العيان ده من وهو صغير كان عنده severe cardiac disease، فبالتالي ما بقاش في اكسجين كفايه بيوصل لكل اعضاء الجسم. ما فيش اكسجين يعني ما فيش ايه؟ يعني ما فيش نمو، ما فيش تشو. ليه؟ لان احنا قلنا احنا بنكبر ازاي؟ بنكبر عن طريق الاكسجين والنيوترينتس. ما بقاش في اكسجين يبقى ما فيش نمو، فالعيان لسه ايه؟ صغنون، تمام. فتعرف من ده ان هو عنده سيفير كاردياك ديسيز. كل ده احنا انا فتحت بقي مع العيان لسه؟ لا ده انا بس بصيت عليه، بصيت على منظره كده طلعت كل المعلومات دي، تمام. طيب بنبص على ايه تاني؟ بنبص على اللون بتاع العيان. تقول لي يعني ايه؟ يعني هتبص على وش العيان، لو لقيت ان خدوده مثلا محمره بالمنظر ده كده ومناخيره كمان وعامله كده شكل شبه الفراشه، بنسمي دي المالر فلاش او المالر رش، تمام. وبتعمل لك باتر فلاي ديستريبيوشن شبه الفراشه، تمام. دي بتكون موجوده اكتر مع عيانين المايترال ستينوسز. لا ده انا لقيت العيان وشه بهتان بالكلر، ده ممكن يبقى ايه؟ والله ده ممكن يبقى روماتيك فيفر، ممكن يبقى انيميا، او ممكن يبقى مجرد ان الدم مش واصل للوش بسبب فازو كونستريكشن زي مشاكل الاورتيك فالف زي الاورتيك ستينوسيس، او انه في مشكله في القلب، القلب مش قادر يضخ الدم زي مع امراض الهارت فيلير.
طيب لأ، ده أنا بصّيت على العيان لقيت وشه مصفِر، أو لمّا جيت بصّيت على بياض عينه بالذات ودي أكتر حاجة بتبيّن الsclera of the eye لقيتها مصفِرة، ده يبقى العيان عنده إيه، يبقى عنده الصفرة الjaundice يعني تمام، ودي لمّا نسبة الbilirubin تزيد عن 3 مللي جرام. طيب لأ، ده أنا بصّيت على العيان لقيته مزرق، قُلنا لمّا نلاقي العيان مزرق ده معناه إن هو عنده إيه، عنده cyanosis. يعني إيه cyanosis؟ يعني bluish discoloration في الskin والmucous membrane. طيب إيه سببه؟ قال لك سببه إن حصل زيادة في الamount بتاع الreduced hemoglobin. هتقول لي يعني إيه؟ هاقول لك بُص يا صديقي، إحنا عندنا الهيموجلوبين في الجسم في منه نوعين oxygenated hemoglobin وunoxygenated reduced hemoglobin. هيموجلوبين فيه أكسجين وهيموجلوبين تاني reduced ما فيهوش أكسجين. النسبة الطبيعية إنه الoxygenated hemoglobin يبقى بيمثل نسبة 98% من الهيموجلوبين اللي موجود عندنا في الجسم، والreduced يبقى بيمثل بس 2%. طب لو النسبة بتاعة 2% دي زادت لغاية 5% إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن العيان هيبدأ يdevelop الcyanosis. تمام؟ طيب الساينوسيس بنقسمه عندنا لسنترال وبريفرال. يعني ايه سنترال ويعني ايه بريفرال؟ سنترال يعني معناها ان مشكله او انه العيان جاله ساينوسيس بسبب مشكله في الجاز اكستشينج، سواء مشكله من القلب او من الرئه. تمام. المهم انه العيان مش قادر او كميه الاكسجين في الدم بتاعته قليله. لكن البريفرال ساينوسيس معناها انه الجاز اكستشينج زي الفل، ولكن انا عندي مشكله في البريفرال فيزلز نفسها، ان الدم مش قادر يوصل للبريفري، سواء بسبب انكريز الفاسكولار ريزيستنت او بسبب تصلب في الشرايين فكميه الدم اللي بتروح قليله وهكذا. طيب بنشوف السنترال ساينوسز في عيانين ايه؟ عيانين القلب زي التترالجي اوف فالوت، اتريو فنتريكولار شنت انه الدنيا تبقى سداح مداح ومفتوحين على بعض، مرضى بتوع الكورونري ارتري تمام، قصور الشرايين التاجيه، كونجنتال هارت ديسيز، كور بالمونري رايت سايد. يعني ايه كور بالمونري؟ رايت سايد هارت فيلير ديو تو بالمونري هايبرتنشن. تمام، قلناها كتير قوي في محاضره الشيست اكزامينيشن وفي الترم اللي فات برضو قلناها. طيب او بسبب ادفانسد هارت فيلير. طيب السنترال سيانوسز هلاقي الزرقان عندي فين؟ هلاقي اكتر حاجه في السنترال بارت. يعني ايه؟ يعني في الشفايف، لما العيان هيفتح بقه ويطلع لسانه هلاقي لسانه مزرق، الميوكس ممبرين نفسه هيكون مزرق، ممكن يوصل للايدين. تمام. لكن عيان البريفرال بتلاقي ممكن اللبس من بره تبقى مزرقه، لكن لما هيطلع لسانه هتلاقي لسانه احمر. ليه؟ لان المريض الحاجات اللي قريبه من القلب هو ما عندوش فيها مشاكل، هو كل مشكلته في اللور ليمز او في البريفري. تمام، الهاندز والفيتس. تمام. ليه؟ لانه قلت لكم ممكن يبقى فيه تصلب في الشرايين فالدم مش قادر يوصل للبريفري دي، او بسبب السقعه. كلنا في السقعه بالذات البرد القارس بنلاقي ان ايدينا برضو ايه، بتزرق. ليه؟ نتيجه ان الجسم عمل فازو كونستريكشن. تمام. طيب ايه الحاجات اللي بتزود من السنترال ساينوسز؟ قال لك الاكسرسايز او الهيت او المجهود عموما. ليه؟ لان انت لو زودت المجهود انت كده بتزود من احتياج الجسم للاكسجين، بتزود الاكسجين كونسامشن. طيب هل حضرتك عندك اكسجين؟ لا. فبالتالي انت استهلكت حتى كميه الاكسجين الصغيره اللي كانت عندك، فبالتالي هتلاقي انه الزرقان بيزيد اكتر. طيب امتى عيان السنترال ساينوسس ده يبدا ان هو يتحسن؟ لما يريح. يعني ايه يريح؟ يعني يقلل من استهلاك الجسم للاكسجين. طيب عيان بقى البريفرال ساينوسس، بنشوف البريفرال ساينوسس في عيانين ايه؟ قلت لكم عيانين تصلب الشرايين اثيروسكليروسس. تمام. و الادفانسد هارت فيلير، بس لو السبب بتاع الهارت فيلير ده او يعني اللي حصل يعني انه عندي يا اما زياده في البريفرال فاسكولار ريزيستنت نتيجه الفازو كونستريكشن، او ان الكاردياك اوتبوت نفسه قليل. تمام. طيب ايه الحاجات اللي تزود البريفرال ساينوسز؟ الكولد السقعه. ليه؟ لان السقعه بتعمل فازو كونستريكشن. الريست، اي حاجه فيها خمول في الدوره الدمويه هتزود لك من الزرقان. طب لو العيان ده قام واتنشط وعمل حركه وقلل من الدهون اللي في جسمه والكلام ده كله وزود من نشاط الدوره الدمويه، الدم هيبدا يجري في عروقه وهتبدا المشكله تتحل. تمام. طيب مكملين في الديفرنشال دايجنوستس بتاعه الساينوسز. قلنا cyanosis is the bluish coloration of the lower but not the upper. ماشي. طيب قال لك افرض بصيت على العيان لقيت ان رجليه مزرقه بس الابر اكستريميتي بتاعته والهيد زي الفل. العيان ده يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده حاجه اسمها patent ductus arteriosus. يعني ايه؟ بص يا صديقي، الطفل اول ما بيتولد بيبقى عنده فتحه ما بين الاورطه وما بين البلمونري ارتري. تمام.
بعد الولاده باربع لست ساعات المفروض الفتحه دي بتقفل، وفي بعض المراجع بيقول لك ان هي بتقفل بعد 3 اسابيع. تمام. طيب لو الفتحه دي ما قفلتش بتعمل لك المرض اللي هو بتاع الباتنت داكتس ارتريوسز. يعني ايه؟ يعني انه الان اوكسجينيتد والاكسجينيتد بلاد اتخلطوا ببعض. تمام. ليه؟ لانه بقى في فتحه، فالدم هيبقى ماشي كده، يقول لك انا لسه هروح لغايه البلمونري واعمل جاز اكستشينج عشان اطلع للجسم. لا يا عم، ما نطلع، ما هي ما ربنا مسهلها، ويقوم طالع من هنا. هتقول لي ماشي، كلام جميل. اشمعنى بقى الايدين ما اتاثرتش والرجلين هي اللي اتاثرت؟ اقول لك بكل بساطه، لانه الفتحه دي جت بعد التفريعات بتاع اللي بتودي الابر ليمب. تمام. يعني ايه؟ يعني هي جت هنا في الحته دي بعد ما البريكيوسيفاليك ارتري والليفت كاروتيد ارتري والليفت سبكليفيان ارتري طلعوا. تمام. فبالتالي الميكسد بلاد بقى بينزل على اللور ليمب، عشان كده بقينا نشوف الزرقان في اللور ليمب والابر ليمب سليم. تمام. طيب بيقول لك هنا patient with large ducts develop progressive pulmonary vascular disease and the pressure overload of the right ventricle occurs. تمام. فبالتالي ايه اللي هيحصل لما الدم يلاقي انه البريشر ناحيه الرئه عالي؟ يعمل شنط على طول، ويقوم محول ويدخل على طول على الاورطه. قال لك as soon as pulmonary pressure exceeds the aortic pressure هيحصل الشنط ايه؟ ريفرسال، اللي هي الرايت تو ليفت شنط. ماشي، ان الدم يبدا يروح من هنا لهنا. قال لك the upper extremity remains pink because البريكيوسيفاليك trunk والليفت كاروتيد trunk والليفت subclavian trunk is given off proximal to the BDA. يعني ايه؟ يعني هم طلعوا قبل البي دي اي. تمام. طيب وهنا بيقول لك دي المعلومه اللي احنا قلناها، ان المفروض الدكت دي طبيعي ان هي بتقفل من 4 ل 6 ساعات. بعد كده بتشيك ايه؟ بتشيك المنتال ستيتس بتاعت العيان. اول حاجه بشوف المود بتاعه، هل العيان عنده انكسايتي، عنده قلق، هل عنده ديبريشن ولا لا. تقول لي ايه اهميه الكلام ده؟ اقول لك معلش، انت لما بتكون قلقان اخبار قلبك بيبقى عامل ايه؟ تقول لي اه صح، ده انا بيبقى عندي اريزميا وعدم انتظام في ضربات القلب، ويعني نفسيتي بتبقى وحشه والكلام ده كله. نفس الفكره، عيان لما يبقى كبير في السن وتجيله ذبحه صدريه او مايكارديال انفاركشن، موت جزئي في عضله القلب، العيان بيبقى مكتئب وعنده انكسايتي، فبيزود من الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل القلب. فمهم ان احنا نديتكت الموضوع ده بدري، ونبدا ان احنا نعمل بيشنت ري اشورنس، ان احنا نبدا ان احنا نطمن العيان ونقول له ان مشكلتك دي ان شاء الله ليها حل، وما تقلقش يا حاج، والدنيا باذن الله تبقى زي الفل. بعد كده بنقيس الليفل اوف كوردينيشن، هل العيان ده متعاون معانا لما بنطلب منه يعمل تمرين معين بيعمله، ولا هو بسبب الالم ان كوبريتيف، يعني غير متعاون معانا. تمام. طيب بعد كده بنقيس الليفل اوف كونشسنس، الوعي. هل العيان اليرت، يعني واعي لما بنادي عليه باسمه بيرد عليا، لما بساله احنا فين، الساعه كام، مش الساعه كام يعني، احنا فين، فيقول لي احنا في المستشفى، فهو واعي وفاهم الناس اللي حواليه وعارفهم يعني. ولا هو كونفيوزد، مرتبك شويه، ولا هو اوتوماتيك واعي بس سرحان ومش مركز معايا، ولا هو ستيوبر. يعني ايه ستيوبر؟ يعني هو مدروخ يا دكتور، كان مدروخ بس مش قوي. بس يعني ايه برضو، او يعني هكتبها ازاي؟ بيقول لك الستيوبر معناها ان انا انده على العيان ما يردش عليا، يا حاج محمد ما يردش عليا، يا حاج محمد. لما ازعق له، او لما مش ازعق له، لما اعمل ستيمولس عالي قوي، تمام، يبدا ان هو يرد عليا. يبقى هو العيان مش هيستجيب للستيمولس العادي، لازم ان انا اعلي الستيمولس، ان انا انادي عليه بصوت عالي، او ان انا اخبط له على كتفه عشان يبدا ان هو يفوق وينتبه معايا. تمام. ديليريوس يعني المريض ده يعني ايه؟ خرفان مدروخ على الاخر. تمام. اخر حاجه او قبل الاخيره يعني سيمي كوميتوز، يعني بيخش في غيبوبه ويفوق. وكمان لو هو في الغيبوبه ازاي بنتاكد منها؟ بنشكه بالدبوس بتاع النيورو. تمام. ولو لقينا ان الريفلكس عنده سليم، ان احنا اول ما شكيناه حصل ماسل جاردنينج، او ان هو عمل ريفلكس كده، يبقى هو سيمي كونشيس. لكن لو هو يعني مهما تعمل فيه ما بيتحركش وما بيتتعتعش ومفيش اي ريفلكسات، فيبقى المريض ده كوماتوز وداخل في غيبوبه. تمام. طيب حاجات تانية ناخد بالنا منها، لو دخلت على العيان ولقيت عنده المنظر ده، دي بنسميها اوسلر نوديول، ودي بتبقى تندر. تمام. بتوجع. بنشوفها مع عيانين ايه؟ مع عيانين الاندوكاردايتس. تمام. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في البالم اوف ذا هاند، واكتر حاجه في الثينر او الهايبوثينر اريا. طيب لو لقيت ان العيان عنده سبكوتينيوس نوديول، يعني ايه سبكوتينيوس نوديول؟ يعني نوديول تحت الجلد. تمام. بالمنظر ده كده، دي بتبقى موجوده اكتر مع امراض الروماتيك. تمام. بس احنا هنا عشان في القلب فهنتكلم على الروماتيك فيفر، لكن لما هنطلع ان شاء الله السنه الجايه في الاورثو
هكلمكم عنها برضو، ونقول ان دي بتبقى موجوده في الروماتويد ارثرايتس. تمام. طيب بتبقى موجوده فين اكتر حاجه؟ في الاكستنسور بارت اوف ذا ليمب، في الليجامنتس والجوينت. طيب هل هي بتوجع؟ لا، نوت تندر. طيب لو لقيت العيان عينيه منفخه بافي ايلid، ده ممكن يبقى بسبب هارت فيلير. تمام. طيب لو لقيت العيان ده عمال يعمل حركات لا اراديه هو مش متحكم فيها، والحركات دي عامله شبه الرقصه كده، تمام، ملهاش اي هدف واضح، والعيان مش متحكم فيها، دي بنسميها كوريا. تمام، هي دي الكوريا، ان العيان يعمل involuntary jerky purposeless movement. تمام. طيب ازاي بقى اخر حاجه نفرق ما بين الارتيريال pulsation والفينس pulsation؟ فقال لك هناخد مثلا الكاروتيد بالسيشن، الكاروتيد ارتري والجاجولار فين. كاروتيد ارتري بنقيسه ازاي؟ بنقيسه ميديال او انتيريور للسترنوكليدوماستويد. كاروتيد ده للناس اللي يعني زيرو في البطنه، اللي هو الشريان اللي في الرقبه. ماشي. طيب الجاجولار فين بنقيسه منين او بنشوفه فين؟ لاترال او بوستيريور للسترنوكليدوماستويد. قال لك الارتريز عموما بنحسها احسن ما نشوفها، better felt than seen، على عكس الفينز بنشوفها، البلسيشنز يعني بنشوفها احسن ما نحسها. تمام. طيب كمان الارتريز تبقى البلسيشن متزامنه مع الهارت بيت، على عكس الفينز تبقى البلسيشن بيفور او افتر الهارت بيت. وان شاء الله الكلام ده هتعملوا عليه ابلكيشن عملي، سواء ان انتوا تقيسوا الجاجولار فين او الارتريز عموما بتاعت الجسم كلها، كاروتيد، بريكيال، راديال، بوستيريور، تيبيال، بوبليتيال. هتعدوا على الارتريز بتاعت الجسم كلها وتتعلموا ازاي تعملوا بالبيشن لكل واحد فيهم وتقيسوا البلسيشن منه ازاي. ندخل بعد كده على الكلابنج بتاع الفينجرز. دي مش اول مره نتكلم على الكلابنج، كنا اتكلمنا عنه قبل كده في الميديسن. تمام. وقلنا عموما اول لما بشوف الكلابنج انا بعرف ان العيان عنده سيريس ديسيز، عنده مرض خطير. ايه هو المرض ده؟ انا لسه ما اعرفش، بعمل فurther انفستيجيشنز عشان اعرف. لكن هنا احنا هنتكلم عن الكوسز اوف كلابنج ان ذا كارديو فاسكولار سيستم. تمام. لكن هو ليه اسباب تانية بره. ماشي. طيب قال لك الطبيعي انه انا الزاويه اللي ما بين السكين وما بين الضوفر بتبقى حوالي 160. طيب لما بيحصل بقى هايبرتروفي في السوفت تيشو اللي تحت الضوفر ده، بتبدا الزاويه دي تتشوه وتبقى اكتر من 180، وبنلاقي صوابع العيان شبه الدرام ستيك كده. تمام، شبه العصيان بتوع الطبله. طيب ايه سبب الكلام ده؟ قال لك والله السبب بور اوكسجين بريفيوجن، نقص في الاكسجين هو اللي عمل لي الهايبرتروفي دي وعمل المنظر ده. ودي بتبقى زي كده ايه، الجسم بيديك انذار الحقني قبل ما اروح منك. طيب ايه الاسباب بتاعتها؟ قال لك والله ممكن يبقى بسبب كونجنتال هارت ديسيز، وزي ما قلت لكم قبل كده يعني انا ما اقدرش لما اشوف عيان عنده كلابنج اقول والله العيان ده عنده كذا. لا، انا لما اشوف عيان عنده كلابنج هقول العيان ده عنده مرض خطير. ايه هو؟ هاته واكشف عليه واطمن عليه وساعتها هعرف. ماشي. فالكلابنج هو علامه انذار يعني. ماشي. طيب لكن عندنا بعض العلامات المميزه. قال لك مثلا لو لقيت انه الكلابنج موجود في اللور ليمب ومش موجود في الابر ليمب، قال لك ده ممكن يبقى بسبب بالمونري هايبرتنشن او البي دي اي زي ما كان موجود في الساينوسس برضه. تمام. طيب لو لقيت الكلابنج ده مزرق، يبقى ده ممكن يبقى بسبب ساينوتيك كونجنتال هارت ديسيز. طب لو لقيته بيل، ده ممكن يبقى بسبب انفكتيف اندوكاردايتس. تمام. طب هل ممكن يبقى ليه اسباب تانية؟ اه طبعا. تمام. طيب بنبص على ايه كمان؟ قال لك ممكن تبص كمان على اللي هو اكستريميتي، تبص على رجل العيان لو فيها اديمه، يبقى انا اشك في رايت سايدد هارت فيلير وابدا اقيس الاديمه دي هل هي بيتنج ولا نون بيتنج. طب لو هي بيتنج، جريد كام؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ هتقول لي طب حلو قوي يا دكتور، ما تفكرنا كده بالجريدز عشان احنا نسينا. ما تقلقش، ان شاء الله في الشيست اكزامينيشن هنعيد كل الكلام ده تاني وهنشرح الجريدز بتاعت الكلابنج، لانه كل سنه وانتم طيبين الكلابنج ليه جريدز وحفظ. وهنشرح كمان الجريدز بتاعت الاديمه. تمام. فهي المحاضره دي هتتشرح تاني بس از شيست اكزامينيشن لامراض البلمونري. وامراض البلمونري زي ما انتم عارفين ما شاء الله ايه، كبيره قوي، فهنشرح الموضوع بتفاصيل اكتر بكتير. طيب كمان بنبص على الرقبه، هل في اي فيجورس بالسيشنز؟ يعني هل في اي بالسيشنز عنيف في الرقبه؟ في الاغلب يا شباب البالسيشن العنيف ده بيبقى بسبب اورتيك ريجيرج. تمام. طيب قال لك لدرجه ان انت ممكن تلاقي العيان بيعمل نودنج اوف ذا هيد ان اورتيك ريجيرج. يعني ايه؟ يعني العيان عارفين يعني ايه نودنج؟ لما انت مثلا
والدتك تقول لك تشرب شاي، فانت تقوم قايل لها بس تهز دماغك بدل ما تتكلم. حركه هز الدماغ اللي هي الموافقه دي بنسميها النودنج. فتخيل العيان دماغه بتتهز، بس هو ما بيهزهاش قاصد، لا ده هي بتتهز من عزم البلسيشن. تمام. فده بيبقى مع مرضى الاورتيك ريجيرج. طيب، فيفر، لو العيان سخن فده دليل على ان في انفكشن ده ممكن يبقى سبب روماتيك فيفر، او ممكن يبقى سبب انفكتيف اندوكاردايتس. هتقول لي يا عم عبد الله انت عمال روماتيك فيفر روماتيك فيفر روماتيك، ايه الروماتيك فيفر دي؟ روماتيك فيفر المفروض كنا نشرحها لكم في الميديسن، بس هي اتشالت من عليكم في المنهج، لكن هنقولها لكم دلوقتي سريعا. هي عباره عن حمى روماتيزميه نتيجه التهاب، قصدي اصابه بستريبتوكوكس انفكشن يعني. از كومبليكيشن بيبدا ان هو يافكت على القلب ويعمل لك روماتيك هارت ديسيز، وبيضرب اول حاجه الميترال فالف، وده سؤال كان جالكم في السيفي ميديسن واغلبكم غلط فيه يعني. طيب، اخر حاجه بنبص عليها في الجنرال اكزامينيشن، احنا كل ده في الجنرال لسه ما دخلناش لوكال، هي الفيتال ساينز، العلامات الحيويه. ايه بنقيس اول حاجه في العلامات الحيويه؟ نبض وضغط والكلام ده كله. تمام. فقال لك بتقيس من الراديال او الكاروتيد بالس، تشوف الريت بتاع الهارت ريت الطبيعي من 60 ل 90 او من 60 ل 100، بتشوف الريتم هل هو ريجولار ولا irregular، بتشوف الكاركتر بتاعه يعني شكل النبضه، هل هي نبضه عنيفه ولا ضعيفه. يعني هل هي مثلا قال لك في عندنا نبضه اسمها يعني بتبقى زي ضربه الشاكوش كده قويه جدا، ولا هي نبضه ضعيفه ثريدي كده. تمام. الفوليوم والامبليتيود برضو، هل هي هاي فوليوم قويه وحاسس انه يعني جرب قيس بالسيشن لمريض هايبرتنشن ومريض تاني هايبوتنشن وانت هتفهم الفرق. تمام. وبرضه احنا كنا الكلام ده بنعمله في التي سي ام. تمام. فهو خلاصه الكاركتر والفوليوم والكلام ده كله ان انت تشوف هل النبضه قويه ولا ضعيفه. لو لقيتها قويه ده ممكن يبقى هايبرتنشن، لقيتها قويه قوي بشكل يعني مخيف، ده ممكن يبقى اورتيك ريجيرج. كمان قال لك بتشوف الراديو فيمورال ديلي. يعني ايه؟ يعني بقيس من عند الراديال ارتري وعند الفيمورال ارتري، واشوف هل البلسيشن بتوصل في نفس الوقت ولا البلسيشن بتوصل متاخره في الفيمورال ارتري. هتقول لي طيب افرض بتوصل متاخره في الفيمورال ارتري، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت عندك اورتيك كورتيكيشن، ان انت عندك ستينوسس في الاورطه اللي نازله للور ليمب. تمام. هي اللي مبطئه النبضه او مبطئه الدم ان هو يوصل للفيمورال ارتري واللور ليمب. تمام. وقال لك مش بس كده، ده انت هتروح تبلبيت كل البريفرال بالسز من فوق لغايه تحت، من عند الكاروتيد اللي هو موجود في الرقبه او التمبرال قدام الودن، بريكيال في الدراع، راديال اللي هو انتوا عارفينه طبعا عند الريست، فيمورال عند الفخذ، بوبليتيال بيبقى ورا الركبه، دورساليس بيدز عند وش الرجل، وبوستيريور تيبيال بيبقى ورا الميديال مالولس. تمام. تقول لي يعني هنقيسهم ازاي؟ برضه هتتعلموا في العملي القياس لكل واحد من دول، دونت وري. طيب، ايه الفايده من البلسيشن؟ البلسيشن بيديني فكره عن الدوره الدمويه، الديستر سيركيوليشن عامله ازاي، وبعرف منه الريت والريذم، هل العيان ده الريذم بتاعه ريجولار ولا irregular، وبندي شويه ديتيلز كمان، هل هو منتظم في عدم انتظامه ولا غير منتظم في عدم انتظامه. تمام. فكوكوا منها، مش عليكم. طيب، البلس ديفيسيت قال لك when the heart rate is fast as an arterial fibrillation، يعني هارت ريت عالي جدا فما بيلحقش ان هو يعمل كاردياك ريفيل، فبالتالي مش كل نبضه او مش كل انقباض القلب بتروح تعمل بالسيشن في البريفري. تقول لي يعني ايه برضو؟ هقول لك يعني انت لو جيت قست الهارت ريت لعيان ارتيريال فايبرليشن بالسماعه، هتلاقي انه القلب بينقبض بسرعه او كتير، ولكن البلسيشن ريت عندك قليل. تمام. يعني هتلاقي الهارت ريت اعلى من البلس ريت. تقول لي انا مش فاهم برضو، هعمل ايه؟ هتجيب السماعه بتاعتك الحلوه دي وتسمع الهارت ريت، وتبقى حاطط ايدك عند سواء الكاروتيد مثلا الارتري، وتقيس البولس ريت. تمام. وتشوف هتلاقي عندك النتيجه طلعت في الاخر ان الهارت ريت اعلى من البولس ريت. ده بيبقى مع انهي عيانين؟ مع عيانين الارتيريال فايبرليشن. ايه السبب؟ هو اصلا ما بيلحقش يعمل كاردياك ريفيل، فهو القلب عمال ينقبض بسرعه وعلى الفاضي. اخر حاجه بنقيس الضغط، البلاد بريشر. طب بنقيس الضغط ازاي؟ والله هنا هو بيتكلم على ان انت عايز تشخص اورثوستاتيك هايبوتنشن. تمام. فبيقول لك اول حاجه قيس الضغط العيان وهو نايم سوباين، وبعد كده وقفه، وبعد 5 دقائق قيسه تاني. لو لقيت ان الضغط نزل اكتر من 20 ملم ميركوري، كده التست بوزيتيف، وكده العيان ده اورثوستاتيك هايبوتنسيف. تمام.
بس بكده يا دكاترة يكون الجزء الأول المجاني من المحاضرة خلص. للطلبة المشتركين معانا هتلاقوا باقي المحاضرة على درايف. للطلبة الغير مشتركين لو عندكم أي سؤال أو استفسار أو لو حبيتوا تشتركوا في الكورس هتلاقوا أرقام التواصل معانا في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اترككم مع الخاتمة، سلام عليكم. طب والله بتكلم جد، بتكلم جد. بص في الارض كده، بص في الارض، فكك من هنا، بص في الارض كده، والله بكلم جد. بص في الارض، حتى لو ما عندكش انا هبص كمان في الارض. في حاجه انا كمحمد انت عايز تتوب منها؟ لو في حاجه توب منها دلوقتي، يعني اوعده دلوقتي، قول يا رب دي خلاص. انا عارف ان انا بدبسك على فكره، يعني ممكن دلوقتي تقوم ايه، ما تدبسنيش وما تزقنيش وانا ممكن اكون مش مستعد وهوعده وكمان مش حق. انا شايف ان انت انا فاهم. اوعده. بص انا زنقتك من الاخر ليه؟ لانك دلوقتي يا هتوعده يا هتبقى قدامه مش عايز توعده، فاختار. اتفقنا؟ يا رب يهدينا ويتوب علينا.